في صبيحة يوم الاثنين دبت في رسول الله العافية، ونظر من ستارة في بيت عائشة فوجد المسلمين يصلون خلف أبي بكر، فانشرح صدره واطمأن قلبه على أمته أنها تجتمع خلف رجل واحد، وأنها تصلي صلاة خاشعة. فتهللت أسارير وجهه، ونظر الصحابة إليه فرأوا فيه حالة من العافية والنشاط والصحة والانطلاق، فاطمأنوا عليه كأنه قد شفي تماما، وكأنه قد عوفي عافية كاملة، حتى جاءه أبو بكر وقال: يا رسول الله، أنت في أحسن حال، وذلك هو المراد من رب العباد، أتأذن لي أن أنظر إلى أهلي؟ وكان قد تزوج بالسيدة أسماء بنت عميس ويقيم خارج المدينة. فلما رأى رسول الله بادية عليه الصحة اطمأن، فقال رسول الله: أتأذن لي أن أشق على عيالي؟ قال: اذهب، أنا بخير. وخرج الناس من المسجد وسافر أبو بكر، وما دار بخلد أحد أن هذه الصحة وتلك السلامة وهذه الطيبة إنما هي التي تسبق الموت بساعات، حتى رجع إلى عائشة وبدأ جسده يرتجف، فقال: يا عائشة خذيني. قالت: فأجلسته بين سحري ونحري. وفي ضحى يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول بعد 63 سنة من ميلاده الشريف، قالت: استشعرت أن رأسه بدأت تثقل علي، فنظرت إليه فوجدت بصره قد أخذ في التشخص إلى السماء، لكن عروقه تنبض ونفسه يروح ويجيء، فأخذت أركز معه بدقة. في هذه اللحظة عائشة لا ترى أحدا، حضر الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليكم السلام يا جبريل. قال: السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: كيف حالك الآن؟ قال: والله يا أخي إني أجد نفسي محموما من الحمى، مهموما من شدة الهم، مكروبا من كثرة الكرب، هكذا أنا يا جبريل. فقال: أبشر يا رسول الله، وللآخرة خير لك من الأولى، إن ربي أرسلني وأرسل معي ملك الموت، لكنه ينتظر خارج البيت حتى تأذن له، ولم يستأذن على آدمي قبلك، ولن يستأذن على آدمي بعدك. فقال له النبي: يؤذن له يا جبريل. فأذن له جبريل، فدخل ملك الموت وقال: السلام عليك يا أحمد. قال: وعليك السلام يا ملك الموت. قال: يا أحمد، إن ربي أمرني أن أطيعك في كل شيء، إن أمرتني أن أقبضها قبضت، وإن أمرتني أن أتركها تركت. فنظر النبي إليه وابتسم وقال: أو تفعل؟ قال: بذلك أمرني ربي أن أطيعك في كل شيء. فقال جبريل: يا رسول الله، إن الله قد اشتاق إليك شوقا شديدا. فقال النبي: بل أنا أشد شوقا واشتياقا إلى الله، يا ملك الموت اقبضها وتوكل على الله. فقال جبريل: يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا آخر عهدي نزولا إلى الأرض، وما كان لي حاجة فيها سواك، وأنت الآن تلحق بنا في الملأ الأعلى. فتقدم ملك الموت وقبض روح النبي، وانطلق بها مع جبريل إلى الملأ الأعلى. فاستشعرت أمنا عائشة
ثقل رأس رسول الله. قالت فنظرت إلى عينيه فوجدت البصر قد تشخص وشخص بصره إلى السماء، فتحسسته فوجدت النبض قد توقف، فعرفت أن رسول الله قد مات، فصرخت بأعلى صوتي وقلت: ومحمداه وكرباه وحر قلباه وحزناه وحسرتاه ولوعتاه، رسول الله قد مات، رسول الله قد مات، رسول الله قد مات. فدخلت فاطمة الزهراء مسرعة تحرك في جسد أبيها فلم تجد فيه حركة، فتيقنت أنه مات، فصرخت وقالت: أبتاه يا أبتاه، الآن انقطع عنا خبر السماء، أبتاه يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، أبتاه يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، أبتاه يا أبتاه، من ربه ما أدناه، أبتاه يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، أبتاه يا أبتاه، لقاءنا غدا عند الله. وأشيع الخبر فعم الحزن وتجمع الناس أمام بيت رسول الله يتساءلون: أمات رسول الله أم لم يمت رسول الله؟ وهكذا سيدنا عثمان وقع تحت حائط فلم يتحرك لهول المفاجأة، أبو بكر في مشواره، سيدنا علي لم تحمله قدماه